باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الحقيقة سر التوبة والاعتراف من الأسرار المهمة قوي لخلاص نفس الإنسان. وسر التوبة والاعتراف ناس كتيرة قوي لا تقبل عليه، يمكن بأكتر من عذر. العذر الأولاني مشغولية الآباء الكهنة اللي مش لاقيين وقت عشان نعترف عندهم. نمرة 2 إن أنا مش مقتنع قوي بسر التوبة والاعتراف. نمرة 3 أنا خجلان، مقتنع بس مش قادر أفتح قلبي وأتكلم علشان أبويا ده واخد فكرة حلوة عني أنا مش عايز أبوظها. كل دي حاجات عن سر الاعتراف خلتني أتكلم معاكم بنعمة ربنا النهاردة وبكرة عن حكاية سر الاعتراف. أول حاجة، يعني إيه كلمة سر؟ الكنيسة تؤمن أن كلمة سر معناها إن في شيء بيتم أنا مش شايفه بعناية، لكن بالإيمان وبالآيات اللي قالها رب المجد يسوع أو اتقالت في الكتاب المقدس بتثبت لنا إن في حاجة بتحصل. يعني لما بنقول كده إن أنا قاعد مع أبونا الكاهن وأبونا الكاهن بيقرأ لي الحل أو التحليل في نهاية سر الاعتراف، الإيمان الراسخ في الكنيسة واللي بيدعمه الكتاب المقدس إن الخطايا دي كلها اترفعت من على راس المعترف وراحت لدم المسيح. الكلام ده كان موجود من العهد القديم لما داود تاب قدام ناثان النبي وقال له الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. والكلام ده موجود لما كان الإنسان زمان بيقدم ذبيحة، فكان يحط إيده على راس الذبيحة علشان يبقى فيه تمثيل ومثل إن هو المفروض كان يذبح عن خطيته لأن موتا تموت، لكن اللي حصل إن ربنا هال الخطية من المذنب على البريء. ده معناه إن كل مرة أنا بروح أتوب وأعترف، الكاهن لما بيصلي لي الحل الخطية بتتنقل من فوق راسي أنا لحساب دم المسيح، الذبيحة الحقيقية التي ذبحت مرة واحدة عن حياة العالم كله. دي كلها الإشارات. ده غير ان في نصوص واضحة، يعني عندنا نص مثلا في متى 18 المسيح بيتكلم على سلطان الحل والربط وبيقول كل اللي تحلوه على الأرض يكون محلول في السماء، وكل اللي تربطوه على الأرض يكون مربوط في السماء. وفي أعمال 19 يقول الناس جت تقر بخطاياها علانية. ده غير يوحنا 20 اللي بيقول اللي تغفروه على الأرض يكون مغفور في السماء، واللي تربطوه أو كل ما تربطونه يكون مربوط في السماء، وكل تحلونه يكون محلول في السماء. يبقى كل دي إشارات واضحة قوي على وجود السر. لكن إحنا بنفتح الموضوع يمكن من ناحية الإثباتية شوية في الأول للمتشكك، لكن إن شاء الله من بكرة هنتكلم بصورة روحانية عن سر التوبة والاعتراف. صباح الخير.